السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عيد ميلادي فقررت أفرح وأفرحكم معايا. عملت تورتة اقتصادية بحجم عائلي بنروح نشتريها من بره بأرقام خزعبلية، على الرغم ان انت ممكن تعمليها في البيت أحلى كتير وأوفر. في فيديو النهاردة هتقدري تعملي أحلى تورتة بطريقة بسيطة جدا أي مبتدئ يقدر يعملها. لو أول مرة تدخلي المطبخ هتعملي أحلى تورتة بطريقة تزيين بسيطة جدا. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. استخدم 4 كوبايات ونص من الدقيق. هشيل من الدقيق 3 معالق كبيرة خرامية وهستبدلهم بكاكاو خام، يعني هستخدم 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام ده لاني هعملها كيكة شوكولاتة. لكن لو هتعمليها كيكة بيضة وكيكة فانيليا مش هتعملي الخطوة دي، هتسيبي ال4 كوبايات ونص زي ما هما. هنزل عليهم ب2 معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني 2 ظرف من البيكنج باودر. لو تلاحظوا انا منزلتش بالملح على الدقيق، بحب انزل بالملح على البيض. هتقلبي المواد الجافة مع بعض كويس جدا. هنسيب الدقيق دلوقتي على جنب ونحضر بقية الخطوات. في بولة هنزل ب6 من البيض بدرجة حرارة الغرفة. عايزة اقول لكم مقدار الكيكة اللي انا عاملاه ده يعتبر 2 مقدار كيكة، يعني انت ممكن تعملي نص المقدار اللي انا عاملاه ده لو عايزة يكون حجم الكيكة اصغر معاكي. نزلت على البيض بمعلقة كبيرة من الفانيليا، ربع معلقة صغيرة من الملح. انا بحب انزل بالملح على البيض، بيساعد ان البيض يهيش معاكي. معلقة كبيرة من الخل الابيض، 2 كوب وربع من السكر. بالمضرب الكهربائي هنخفق المكونات دي جدا لحد ما القوام يكون كريمي ويتضاعف معاكي. حجم التورته اللي انا عاملاه كبير نوعا ما، فلو انت عايزة حجم تورته اصغر هتقسمي المقدار ده على نصين وتستخدمي نص المكونات اللي انا استخدمتها، وهيطلع معاكي تورته مش صغيره. عايزه اقول لكم هيبقى حجمها كويس جدا. بعد ما ضربت البيض مع السكر تقريبا لمده 5 دقايق هبتدي انزل بالزيت بالتدريج. استخدمت كوب ونص من الزيت، ولازم يكون الزيت زيت نباتي ملوش ريحه ولونه يكون فاتح. لو هتعملي نص المقدار ده هتستخدمي كوب الا ربع بس من الزيت. هتخفقي الزيت مع بقية المكونات كويس جدا. بعد كده هنزل بكوب من الحليب. كده المكونات السائلة بقت جاهزة معانا. في بولة كبيرة هنخل المواد الجافة. عايزة اقول لكم نخل الدقيق مهم جدا، اولا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في الكيكة، ويفضل ان انتي تنخلي الدقيق مرة واتنين. الخطوة دي بتساعد على هشاشة الكيكة. بعد كده هنزل بالخليط على الدقيق. بعد كده هتخفقيهم بالمضرب الكهربائي على اقل سرعة، او تستخدمي المضرب اليدوي عادي. وانتي شغالة بالمضرب الكهربائي هاتي بالاسباتولا الجوانب علشان تضمني ان دي تتقلب كويس مع بقية المكونات. اخر اضافة معانا نص كوب من الماء الساخن، معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. عايزة اقولكم بتفرق جدا في الطعم، بتعزز طعم الكاكاو والشوكولاتة في الكيكة. كده الخليط بقى جاهز معايا. ملاحظين قوام الكيك بيكون خفيف، حاجة بسيطة، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي. لو حسيت ان الخليط او القوام تقيل معاكي شوية هتزودي شوية من الحليب او المية. اخر خطوة لازم تعمليها بالسباتولا، هتجيبي من تحت لفوق علشان تتأكدي ان الدقيق كله اتقلب مع بقية المكونات، ما يبقاش فيه دقيق مترسب تحت في قاع البولة. استخدمت صينية مقاس 35 في 25، هفرشها ورق زبدة علشان يكون سهل ان انا اقلب الكيكة. بعد كده هتنزلي بالخليط وتوزعي كويس جدا في الصينية. تخبطي الصينية خبطتين 3 بالشكل ده علشان تضمني ان الخليط متوزع كويس في الصينية، وعلشان تخرجي اي هوا زيادة فيها. بالنسبة للتسوية في فرن ساخن مسبقة على درجة حرارة 180، هتسيبيها في الرف الاوسط. هتكوني مشغلة فرن فقط، هتاخد معاكي 40 دقيقة تقريبا. بعد كده هتسيبيها لما تبرد تماما. بعد كده تغطيها وتسيبيها في التلاجة لتاني يوم. يفضل ان احنا منقطعش الكيكة غير تاني يوم علشان تبقى سهل ان انتي تقسميها ومتتقطعش منك ولا تفرول. هنشيل ورق الزبدة من الكيكة. بعد كده هنقسمها لطبقات. انا هقسمها على طبقتين بس ممكن تقسميها على 3 طبقات كمان لان الكيكة هشة ومرتفعة. قسمتها بمنشار الكيكة، لكن تقدري تستخدمي سكينة عادي في تقسيمها، بس يفضل تكون السكينة اللي هي مشرشرة. ملاحظين الكيكة عاملة ازاي؟ بجد خطيرة. بالسكينة هساوي سطح الكيكة بالشكل ده، وهي دي السكينة اللي انا بقولكوا عليها. يفضل ان انتوا تستخدموها لو هتقسموا الكيكة بالسكينة. كده طبقات الكيكة بقت جاهزة معايا. غطي الكيكة وتسيبيها على جنب لحد ما نحضر طبقة الكريمة. في بولة هنزل ب2 كوب وربع من كريم شانتيه الخام البودر الغير محلى. هنزل عليهم ب3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام. انا بستخدم الكاكاو الخام الاسباني، حلو جدا. هنزل بنص كوب من السكر البودر. هتنزلي بربع كوب الاول ودوقي سكره لو مناسب ليكي، ما تنزليش بكمية السكر كلها. هنزل عليهم ب2 كوب من الماء المثلج. ممكن تستخدمي حليب مثلج، بس انا بفضل استخدام الماء اكتر من الحليب، لان الحليب لو الكريمة فضلت وقت اكتر في التلاجة بيغير طعمها. بعد كده بالمضرب الكهربائي هنضرب المكونات دي مع بعض.
أنا في الأول بس أول ثانيتين باشتغل على أول سرعة اللي هي السرعة الهادية، بعد كده بتعلّي المضرب على أعلى سرعة عشان الكريمة تطلع كريمة متماسكة معاكِ وتتخفق كويس. كتير بيشتكي إن الكريمة بيكون نوعها كويس وماشيين على الخطوات، بس الكريمة مش متماسكة معاهم، وده لإن هُم ما ضربوش بالمضرب الكهربائي على أعلى درجة. علشان تعرفي توزّعي الكريمة كويس وتكون بالتساوي، يُفضّل إن أنتِ تستخدمي كيس الحلواني. أنا هنا باملي الكيس الحلواني بالكريمة، وحاولي تمليه كويس علشان ما يكونش فيه فراغات. بعد كده هتسقّي الكيكة بشربات بارد خفيف، عبارة عن كوباية من السكر، كوباية ونُص من المَيّة، هتسيبيهم يغلوا على نار متوسطة، وبعد كده هتعصري عليهم عصرة نُص ليمونة، شوية من الفانيليا، بعد كده هتسيبيهم لحد ما يبردوا تمامًا. عايزة أقول لكم ممكن تسقّوا الكيك بأي حاجة تانية غير الشربات الخفيف، ممكن كوباية مَيّة تدوّبوا فيها معلقة من النوتيلا وتسقّي بيها الكيك. الموضوع سهل وبسيط مش محتاج تعقيد خالص. بعد كده هنوزّع الكريمة بالتساوي بالشكل ده، بالإسباتولا هتساوي الكريمة، هتنزلي عليهم بالطبقة التانية من الكيكة، هتسقّي الطبقة التانية برضه من الشربات الخفيف. عايزة أقول لكم لازم تسقّوا الكيكة، لإن حتى لو حسيتوا إن الكيكة طرية وتقولوا مش محتاجة تسقية، لأ بتفرق جدًا في الطعم. وكمان لمّا بتسيبي الكيكة أو التورتة في التلاجة، لمّا بتكوني مسقياها بيفرق جدًا في الطعم وبيخلّيها أحلى كمان. هابتدي أوزّع الكريمة على الكيكة بالشكل ده، حاولي تساوي الكريمة على الكيكة علشان يبقى شكلها منظّم كده. هنسيب الكيكة في التلاجة لمدة ساعتين، ولو مستعجلة أوي هتسيبيها في الفريزر لحد ما الكريمة تتماسك على الكيكة تمامًا. في الوقت ده هنحضّر جناش الشوكولاتة. في حلة صغيرة نزلت ب2 كوب من الحليب، عليهم نُص كوب من الكريم شانتيه الخام البودر غير مُحلى، نُص كوب من الكاكاو الخام، والسكر حسب الرغبة. أنا نزلت بربع كوب بس رجعت بعد كده زوّدت معلقتين كبار من السكر. هانزل عليهم ب2 معلقة كبيرة من النشا، هتقلبي المواد دي على البارد الأول، بعد كده هانزل عليهم ب2 معلقة كبيرة من الزيت النباتي، بيساعد إن الجناش يكون ليه لمعة كده خطيرة. كده الخليط بقى جاهز معايا، هارفعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما تحسي إن القوام بدأ يتقل معاكِ. كده القوام بقى مضبوط، هارفعه من على النار. بعد كده وهو سخن هانزل عليه ب100 جرام من الشوكولاتة، ودي خطوة اختيارية تقدري تستغني عن الشوكولاتة، بس طبعًا إضافة الشوكولاتة بتعزّز من الطعم وبتخلّي الجناش طعمه غني أكتر. هانزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا، هتقلبي الشوكولاتة مع الجناش عشان الشوكولاتة تدوب، بعد كده هتنقليهم في بولة وتغطيهم وتسيبي الجناش ده لحد ما يبرد تمامًا. الجناش برد تمامًا والقوام تحسي إن هو بقى متماسك أكتر، فعلشان تاخدي قوام كريمي هتضربيهم في الخلاط أو بالهاند بلندر، هتلاقي القوام معاكِ بقى كريمي خالص. ولو حسيتِ إن القوام لسه تقيل أوي أو متماسك أوي، زودي معلقة أو معلقتين من الحليب مش أكتر. الجناش بقى مضبوط جدًا، قوامه خطير واللمعة اللي فيه حلوة أوي. الجناش ده تقدري تستخدميه في أي حلويات بتعمليها، ممكن تستخدميه كمان كنوتيلا تعملي بيه ساندوتشات للأولاد، خطير. بعد كده بننزل بالجناش على الكيك، الكيك لازم يكون بارد والجناش يكون بارد تمامًا. هتبتدي توزّعيه بالشكل ده، وعايزة أقول لكم الجناش كل ما بنسيبه شوية بيتقل أكتر، قوامه مضبوط جدًا. يُفضّل وأنتِ بتنزلي بالجناش على الكيك تكوني رافعة الكيكة عن الصينية اللي أنتِ بتعملي عليها، علشان الجناش الزيادة لمّا ينزل من على الكيك ينزل ويُقع في الصينية، ترجعي تستخدميه تاني، ما يبقاش في إهدار للجناش اللي إحنا بنستخدمه. عايزة أقول لكم في مشكلة أنا وقعت فيها بعد ما عملت الكيكة دي، ما كانش عندي طبق مقاس الكيكة دي خالص، فاستخدمت بورد التقطيع إن هو يبقى قاعدة للكيكة. في الأغلب لما باعمل التورت بتكون مدورة، لكن الكيكة دي عشان مستطيلة واجهتني المشكلة دي. هنبتدي بقى التزيين الأخير. في كيس الحلواني حطيت شوية من كريمة الشوكولاتة بس بتخففيها بمعلقة أو معلقتين من الحليب، بعد كده بتمشي على الكيكة بخطوط بالشكل ده. أنا حابة أعمل التزيين بسيط جدًا عشان لو أول مرة تعملي تورتة تطلع معاكِ بنتيجة حلوة. تزيين الكيكة والتفنيشات الأخيرة دي بتاعتِك أنتِ، تقدري تضيفي أي حاجة بتحبيها أو تستغني عن أي حاجة، حابة تسيبيها بسيطة خالص مجرد جناش شوكولاتة زي ما تحبي. بصراحة سألت بنتي تحبي أزين الكيكة بإيه، قالت لي: "يا ماما يا ريت تعمليها لنا بالمارشميلو." وهي كمان اللي اختارت الشكل ده. فقُلت لها خلاص تمام، وهي صاحبة فكرة المارشميلو، وكانت فكرة لذيذة جدًا، وفي نفس الوقت بسيطة جدًا.
إضافات بسيطة، شوية من شوكولاتة شيبس كده من فوق بتدّي شكل، أي إضافة ولو بسيطة بتفرق في شكل التورتة جدًا. زي ما أنتم ملاحظين تورتة سهلة بسيطة جدًا ما أخدتش معانا وقت في عمايلها، هي بس عشان تبقى نتيجة التورتة معاكِ أفضل، يُفضّل إن أنتِ تعمليها قبليها بيوم عشان تسيبي الكيكة بايتة في التلاجة عشان يبقى سهل عليكِ إنِّك تقطّعيها، وتاني يوم يكون للتزيين والتفنيشات الأخيرة. فعلًا تورتة سهلة وبسيطة، تخيلوا التورتة كبيرة بالحجم ده عاملينها ب6 بيضات فقط، زي ما قُلت لِك لو مش عايزة الكيكة بالحجم ده تقدري تقسمي المقدار وتعملي كيكة حجم أصغر، وعايزة أقول لِك تخيلي لو نصها بس كده هيبقى كبيرة كمان، يعني ممكن تعملي تورتة ب3 بيضات بس. شوفي أنتِ لو حبيتِ في أي مناسبة تشتري تورتة من برّه هتشتريها بكام، وشوفي لو عملتيها في البيت مش هتكلفِك خالص مقارنةً بالتكلفة اللي أنتِ هتدفعيها لو اشتريتِ تورتة من برّه، وعايزة أقول لِك الطعم خطير جدًا. أولادي ما بقوش يخلّوني أشتري تورت من برّه تاني. شايفين الكيكة وطبقاتها عاملة إزاي؟ أنا قسمت الكيكة على طبقتين بس تقدري تقسميها على 3 أو 4 كمان. يالّا جربوها، أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.